بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن نوع عطر او نوعين وشركتين مختلفتين خالص، بتصميم مختلف خالص، باتجاه مختلف خالص، ولكن التشابه الوحيد فيه هو في بدايه الاسم. الترا مارين ولا الترا ميل؟ في ناس تقول انا عايز الترا ميل، اقول له الترا ميل ولا الترا مارين؟ بس اتلخبط خلاص بقى، مش عارف هو في حاجه اسمها الترا مارين وفي حاجه اسمها الترا ميل. طب انا مش عارف دلوقتي، هي دي اللخبطه. انا بقى واجبي النهارده ان انا اوضح لحضرتك الفرق ما بين النوعين عشان تبقى عارف يعني ايه الترا مارين ويعني ايه الترا ميل. الترا مارين دي تبع جيفينشي، مش هيهمنا الحاجه دي، والترا ميل تبع جان بول جوتيه، دي برضه مش هتهمنا في حاجه، لكن نقدر نقول ان هو الاتجاه بتاعه ايه؟ ايه اللي هيعجبني؟ ايه اللي هيمشي مع حاسه التنفس بتاعتي او حاسه الشم بتاعتي ويمزجني، او اللي انا شميته على فلان وقلت له ده نوعه ايه؟ قال لي الترا ميل او الترا مارين. نجرب الاول الترا مارين اللي هو من جيفينشي ونشوف الاتجاه بتاعه ونقول هو ده اللي انت شميته ولا لا. مدي على ريحه الالترا مارين اللي هو من اتجاه جيفينشي، ده نوع قديم جدا. مدي على ريحه البطيخ مع النعناع، ريحه البطيخ مع النعناع، بس النعناع ظهر اكتر فيه. ده الترا مارين، ده الناس اللي بتحبه جدا وعارفاه، الناس القديمه اللي هي بتطلب الترا مارين، وما زال لحد النهارده متربع برضه على عرش السوق في العطور لانه جميل جدا جدا يعني. ده تبع جيفينشي الترا مارين، مدي بطيخ على النعناع، بس النعناع ظهر فيه اكتر شويه. نشوف بقى الترا ميل اللي هو من جان بول جوتيه، ده مصمم تاني خالص. ده لافندر، كنا لو اتكلمنا لافندر قبل كده، لافندر مع فانيليا. ده الترا ميل لافندر مع فانيليا، بس ريحه الكمثرى ظاهره فيه شويه، والفانيليا الفانيليا ظاهره اكتر لما بتقعد اكتر. ده من الترا ميل اللي هو من جان بوتيه فانيليا. بس في حاجه كمان ظاهره فيه اكتر كده، انا مش عارف بقى انتوا عارفين الكراويه؟ الكراويه اللي هي بتاعت التوابل دي في الشتاء انت كده بتقعد تقول كده انا عايز اشرب كراويه، عايز اشرب ينسون، عايز الحاجات دي. الكراويه دي مديه جامد قوي قوي في الالترا ميل. الكراويه يبقى الالترا مارين مدي نعناع على بطيخ، والالترا ميل مديه اللي هي الكراويه. دخلوا بعضهم كلهم كده الاثنين، وريحتهم بصراحه هي جميله جدا، بس ما ينفعوش ميكس يعني عشان تبقى عارف يعني. بس حبيت اقول لك الفرق بين الاثنين. لو حضرتك بتحب اللي هو النوع اللي هو القديم يبقى تطلب اللي هو نوعه بطيخ مع نعناع، اللي بتحب النوع اللي هو الالترا ميل يبقى اللي هو داخل في قلبيه الكراويه مع الياسمين مع ريحه الكمثرى او اللافندر ظهر فيه شويه برضه. دول بالنسبه للعطرين اللي الناس دايما بتتلخبط فيهم اللي هو الالترا مارين والالترا ميل. حبيت بس واجبي ان انا افهمك، وحضرتك بس ما عليك غير انك تختار العطر المناسب ليك. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.